اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم معانا النهارده. بقى الفيديو مختلف تماما عن ما انا متعوده معاكم. النهارده لا مشتريات ولا روتين ولا حتى طبخه ولا حلويات ولا اي حاجه. احب مشوار على قلبنا جميعا ان شاء الله. النهارده هست في الشنطه بتاعت العمره بعد فيديوهات كتير جدا سمعتها عن ايه اللي يتحط في الشنطه او ايه اللي ما يتحطش فيها. الباور بانك فين يا أمل؟ مش عارفه. افتكرت وانا بتكلم، خايفه نسيتها. لا مش هنسى. المهم تعالوا نشوف انا عملت ايه. شايفين بقى الكركبه الكتير اللي حواليا دي؟ انا هروح انا وجوزي ان شاء الله صحبه باذن الله، ربنا يوعدكم وازواجكم باذن الله، اللهم امين. فانا حاطه الحاجه بتاعته على جنب وحاطه الحاجه بتاعتي على جنب، تمام، وحاطه حاجاتي في اكياس وهستف له حاجته في اكياس برضه. تعالوا نشوف شنطتي الاول اللي هي الشنطه النسائيه بيبقى فيها ايه، وهنشوف برضه في فيديو تاني الشنطه الرجاليه بيبقى فيها ايه، وكمان الشنطه اللي هنشتغلها ورا ظهرنا في الحرم هيبقى فيها ايه، والشنطه اللي هتبقى معانا في المطار اللي هيبقى فيها جوازنا وورقنا، واقول لكم بالظبط ايه اللي بيبقى فيها وايه اللي ما ينفعش يتحط فيها باذن الله. تمام، تعالوا ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفتح شنطتنا ونشوف هنحط فيها ايه. هاتي امل الكاميرا هنا ونبدا مع بعض نست في الشنطه. بصوا بقى يا جماعه، الشنطه دي من اللي هي اللي خامتها قماش زي بتاعت زمان دي، مش من اللي هي البلاستيك او اللي بيقولوا عليها سيليكون حاجه زي كده، لا. ف رقه واحده يعني، ده علو الشنطه كله والغطا بتاعها بس اللي هو الكنار بتاع اللي بيقفل الشنطه. انما الشنطه السيليكون بيبقى ليها جنبين، جنب بتحط فيه وبتقفل عليه بسوسته والجنب التاني هكذا، وبتقلبي الاتنين على بعض. فبالنسبه لي دي مساحتها هتبقى مقاربه التانيه بالظبط، بس دي اوسع كمان لان دي غويطه ما شاء الله. انا ما عنديش اللي هي الشنط اللي بتتقفل بسوست اللي انت بتقسمي فيها مثلا الداخلي لوحده، العبيان لوحدها، البندانات مثلا والطرح مع بعض، الداخلي الحاجات الخاصه مع بعضها كده يعني. فبالنسبه لي الاكياس هتبقى ايه، حاجز يعني. هفتح الكيس الفلاني هلاقي فيه مثلا العبيان، هفتح الكيس التاني هلاقي فيه مثلا البناطيل والبضيهات والحاجات دي، هفتح كيس هلاقي فيه البندانات. فهعمل كل كيس وهسيبه في الشنطه، يعني هعتبر الشنطه هي الدولاب بتاعي، تمام، لان في الحجره كلها دولاب واحد، تمام. فمش هيكفينا مثلا 4 أو 5 في الحجره ان احنا نحط فيه حاجه. فانا هستبعد ان انا استخدم الدولاب خالص، هستخدم شنطتي اكنها هي الدولاب. فاول حاجه هنبدا بيها العبيان. طيب الرحله حوالي كام يوم بالظبط؟ الرحله ما شاء الله حوالي 47 يوم، يعني شهر رمضان كامل و17 يوم من شهر شوال باذن الله تعالى. فانا هاخد اسدالات معايا، تمام، وهاخد هاخد عبيان قد ايه بالظبط؟ زي ما قلت لكم الرحله حوالي 50 يوم بالظبط تقريبا كده، 50 يوم لان احنا هنروح قبل رمضان بيوم. فهاخد عبيان معايا قد ايه بالظبط؟ يعني هاخد معايا حوالي 6، تمام، واغلبهم اسمر زي ما انتم شايفين. اهم حاجه في العمره ما تاخديش حاجات يعني ملفته للنظر، ضيقه شفافه، الحاجات دي كلها يعني حاجه تشف اللي تحتها مثلا ولا كده. فانا واخده عبيان اغلبها اسمر، اغلبها كله اسمر يعني زي ما انتم شايفين. و ده اسدال اللي هو حجمه كبير خالص يعني ما شاء الله، واسع قوي يعني، عامل زي نظام الفستان كده اهو او الدريس. هيبقى معايا في السكن، ممكن اروح بالحرم لان امشته اللي هي الفسكوز اللي هي التقيله خالص، اللي هي التقيله خالص خالص كمان. و دول انا طبعا طلعت العبايه اللي هسافر فيها. دي خريفي كده، عبايه خريفي، ده ظهرها على فكره وشها اهو خريفي كده بكم. كل العبيان عامه بكم، بحيث ان انا برضه البسها في السكن، ولو عايزه اروح اصلي فيها في الحرم هروح انا ماشي. فانا واخده معايا كذا عبايه ليه، علشان كده واخده معايا ملحفه برضه اهي بطرحتها ما شاء الله، خامتها تقيله قوي ومعلهاش اي شغل ولا حاجه، زي ما انتم شايفين شغلها بالقماش نفسه. فبالنسبه لي كده الشنطه بتاعه العبيان جبرت زي ما بيقول. انا حاطه في اكياس زي ما قلت لكم لان ما عنديش اللي هي البوكسات اللي بسوسته دي متقسمه. طبعا لو لقيتها هناك ان شاء الله ممكن اجيبها علشان خاطر تبقى عندي بعد كده باذن الله، ربنا يوعدنا واياكم دايما على طول. تمام، فدي اول حاجه انا رصيتها اهي. يبقى دي العبيان، حتى ما قفلتش قوي الكيس بحيث ان انا اعرف هناك افتحه ويفضل مفتوح. اللي هستخدمه طبعا هنغسل هناك لان هنقعد فتره كبيره. حتى لو ما لقيتش حبال وحاجات من دي هناك ممكن اعلقه في اي جنب كده هينشفوا في ساعتها. نبدا بتاني حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب بس كيس، اهم حاجه معايا الاساسيات اللي حاجات اللي هخرج بيها.
هاخد معايا بقى ايه الباديهات والبناطيل. يعني في بنطلون في الغسيل لسه هيتغسل، بناطيل كلها قطن. اهم حاجه خدي معاكي حاجه قطن عشان ما تمشي كتير ما تسلقيش ولا حاجه. ده اللهم صل على سيدنا محمد. دول 3 اهم، واحد في الغسيل واحد هسافر فيه، يبقوا 5 حلوين قوي. بحيث ان ما اغسلش على طول يعني. كل كام يوم كده ابقى اغسل غسيل على ايدي كده شويه صغيرين وخلاص. تمام. هحط البناطيل في جنب، والباديهات واحد هلبسه وانا مسافره واتنين بس اهو. الجو هناك مش برد قوي، وفي نفس الوقت يعني بالليل بالذات ممكن يبقى يبرد يعني، فانا مش هاخد الا دول بس. تمام اهو. طبعا اهم حاجه هتاخديها معاكي الشرابات. شرابات ليه؟ لان في الحرم الارض بتبقى بارده، والنساء لازم يلبسوا شراب عشان رجلهم تبقى متداريه. فانا اخدت كميه شرابات. فاكرين لما رحنا جمله ماركت وجبت شرابات وقلت لكم هقول لكم لايه؟ اللي هي المبطنه دي اهي. انا جايباها من كوتونيل. جايبه شرابات بقى ايه اللي هي التقيله دي. طبعا الرجال ما ينفعش يلبسوا شراب وهم في العمره. تمام. ليه؟ عشان متخيط، ما ينفعش يلبسوا حاجه متخيطه. انا خدت دول. لو جوزي مثلا حابب يلبس منهم، هم رجاله على فكره مش نساء، فيهم واحد بس نساء. لو حابب يلبس منهم ويستخدم منهم ويستخدم معايا عادي مفيش مشكله. جبت مناديل اللي هي المناديل بتاعه الجيب دي، بتاعه الشنطه، مش بتاعه الجيب، بتاعه الشنطه. حطيت له واحده في الشنطه اللي هياخدها معاه في الحرم، اللي هيحط فيها الشوز والحاجات دي، وهعرفكم هحط له ايه بالظبط. وخدت دي هحط واحده في شنطتي بتاعه الايد اللي هاخدها على المطار. وخدت دول معانا احتياطي. تمام. وخدت له برده 3 او حاجه 3 تقريبا يبقوا معانا. احنا هنقعد فتره كبيره، ومش عايزه انزل بقى المولات وادور اشتري حاجات نتعايش بيها. كل حاجه تبقى موجوده معانا، بحيث ان انا اوفر في نفس الوقت وما لفش كتير. يعني اهم حاجه عايزه اشبع من الحرم. يعني كل الروحانيات عايزه اعيشها في الفتره دي. فمش عايزه الهي نفسي ان انا انزل مثلا اتسوق واجيب اكل مثلا، انزل اجيب حاجه نلبسها او نستخدمها او الحاجات دي. دي الحاجات الخاصه بتاعتي. وده برضو الحاجات الداخلي. عارفين انا بحط في ارضيه الشنطه ليه؟ بحيث ان انا ايه لو هحط برطمانات وحاجات من دي من هبد الطياره او الشنط دي بتدخل على بعضها، يعني مفيش حاجه تتكسر. تمام. دي بقى فيها، شايفين انا مستفاها اصلا اهي، فيها البندانات بتاعتي كلها، وجايبه خمارين ساده اهم، بحيث برضو ان انا لو رحت الحرم وحابه البسهم وانا رايحه اروح. وبندانات جديده وبندانات عندي مستعمله اهي. تمام. بحاول بس ايه، جبت سليبر طري قوي. انا هروح في الكوتش بس، وهاخد ده بس. تمام. مش هاخد 20 سليبر ولا حاجه. ده طري، ارضيته طريه قوي يعني. جبت واحد منه هنا وواحد قلت عينه لما لقيته طري، فاخدت ده. هحطه في الشنطه بتاعتي وانا في الحرم مثلا وبصلي او بعتمر. بيبقى معايا الكيس ده مثلا او اي كيس تاني. اتوضى واخلص واحطه في الشنطه بتاعتي اللي هي على ظهري. هخلص وهطلع من الحرم مروحه اقوم لابساه تاني. وهيبقى معايا في الفندق برضو. مش هجيب حاجه للفندق وحاجه للحرم ولا حاجه. تمام. اهم شنطه بقى، اهم شنطه في نظري يعني اهي. وهقول لكم ايه الحاجات اللي ما ينفعش تاخديها معاكي. يا امل شوفي لي الباور بانك بالله عليك، انا كنت جايباها بس مش فاكره فين. انا خدت علبه المناديل دي كمان من علبه هنا، تبقى عندي معايا برضو، يعني بحيث ان المناديل لو ما كفتناش احنا هنقعد فتره كبيره تبقى موجوده معايا. تمام. انا هحطها دلوقتي في اي مكان فاضي. بما اننا رايحين في رمضان، انتوا عارفين قد ايه رمضان الحرم بيبقى زحمه قوي. فواخده معايا كميه كمامات ليا ولجوزي اهي. احنا هنبقى في غرفتين متجاورين يعني، انا مع النساء وهو مع الرجال. خدت معايا كام كيس يبقوا ايه احتياطي. ممكن اعوز اكياس يعني احط مثلا الشوز بتاعي مثلا فيه، احط فيه حاجه يبقى معايا دايما في الشنطه اللي هي على ظهري يبقى في كيس فاضي. فانا بحب اطبقهم مثلثات كده. تمام. خدت معايا المعجون والفرشه بتاعتي اهي. خدت معايا القصافه. طبعا ساعه ما هتحرمي ما ينفعش تستخدمي القصافه. القصافه ما ينفعش تتحط معاكي في الشنطه اللي على الطياره من فوق، تتحط في الشنطه اللي في بطن الطياره. القصافه والمقص، القصافه والمقص والسكينه والمعالق، الحاجات المعادن دي ما تنفعش تستخدميها. انا هطلع الحاجه دي كلها اهي وهقول لكم انا حطيت ايه بالظبط.
شنطه الادويه اللي انت محتاجاها، اللي الدكتور كاتبها لك، لو فيه لا قدر الله مرض مزمن بتاخديها، مفيش مرض مزمن تاخدي الحاجات اللي هقول لك عليها. تمام. اولا بنادول، هناك البنادول جميل جدا، وهناك العلاج ما بيصرفش الا بروشته فيما عدا البنادول. فانا خدت دي احتياطي، طبعا الصداع وكده من الدوشه والزحمه اللي في الحرم هتصدعي. جبت برضو كونجستال اللي هو للبرد. خدت شويه خيط لان عندي بكره كبيره خالص، وابره صغيره خالص اهو، شويه صغيرين بس لو حاجه لا قدر الله اتقطعت ولا كده. تمام. خدت مرهم ميبو، ده بتاع حروق، بس لو في التهابات او تسلخات حلو جدا ليه، هو غالي شويه بس هو كان عندي انا مش شارياه يعني. خدت المرهم ده حلو قوي يعني، شفت عنه فيديو ان هو مش مرهم عادي، ده بالعكس ده مرهم بيزيل ريحه العرق وبدون ريحه. تمام. بيقعد فتره كبيره. خدت كربون، ده الحبوب دي حلوه قوي بتمنع الغازات من البطن. ده طبعا خاص بيا. وده كريم، دي حبوب كانت عندي كده جرام. وخدت طبعا سلكات الودان، ده بقى كيس مهم، ده لزق طبي وده لزق عادي لا قدر الله لو حد اتجرح ولا حاجه اهو. الحاجات دي مناسبه يعني هاخدها ليا وللي هيبقوا معايا في السكن. خدت الوصله اللي هي بتاعه الشحن دي، ابن قال لي خدها معاك يا ماما احتياطي. خدت للشمس كريم للشمس، عشان احنا مثلا ممكن نبقى بنطوف بالنهار او بنصلي في مكان فيه شمس ما نتأثرش بيه. خدت البخاخ السبراي ده علشان خاطر احنا طبعا مش هناخد معانا سشوار ولا هنقف نسيب شعرنا ينشف ولا حاجة، احنا هناخد دش وهنتوضى وهنطلع على طول، فبدل ما يبقى شعرنا مكمكم. المعلومة دي لكل النساء يعني. الماركة بتاعته اهي. فانا جبت ده، انا عندي واحدة هنا قربت تفضى، فانا جبت ده علشان خاطر بتبخ منه على شعرك، ما بيخليش اي ريحة للشعر ومش بيخلي ريحتك برفان ولا حاجة. تمام. خدت مشطين، دي بقى الادويه اللي انت ممكن تحتاجيها. طبعا خدت الصابونه الطبيه دي عشان بشرتي دهنيه يعني فاخدتها ليا. وخدت مهدئ للسعال اللي هو السيلوجون ده، حلو قوي ما شاء الله يعني، الماده الفعاله اللي فيه كويس. وخدت اللي هو الشاحن الثلاثي، ده مهم جدا جدا لان في اشهم كلها ثلاثيه، فهحط فيه الشاحن بتاعي. تمام. وخدت كمان مضاد حيوي عشان لا قدر الله لو حد سخن ولا حاجه. تمام. زي ما قلت لكم بقى خدت حاجه للبرد للعظم يعني، عشان بعد العمره هتلاقي جسمك كله مكسر، هتدهني من ده هيفك العمل شويه. وطبعا المعجون بتاعي وفرشتي والقصافه زي ما قلت لكم والمقص. تمام. اهم حاجه المقص، عشان طبعا بعد ما بتخلصي عمرتك بتقصي قيمه عقله صباع من شعرك. تمام. عقله واحده بس من شعرك، كل عمره هتعمليها هتقصي عقله صباع كده من شعرك. فهستخدم المقص، مش هستخدم مقص حد يعني. فانا عندي المقص ده على فكره هو لسه جديد بس انا حشته من ورقته. خدت زيت صغيره خالص خالص يعني على قد ما اقدر، يعني اقل حاجه لقيتها في الهايبر. وخدت صابونه صغيره خالص برضو تبقى معايا طول الفتره. انا عارفه ان ممكن يبقى الفندق فيه صابون بتوزع وشامبو وشاور وحاجات من دي، بس مش ضامنه برضو. انا ما خدتش لا شامبو ولا شاور يعني قلت حتى لو كده هستغنى عنهم الشهر ده. خدت لي انا وجوزي معلقتين صغيرين ومعلقتين كبار. طيب انا ما خدتش اطباق وسكينه ليه؟ هقول لكم. السكاكين اللي هنا الصغيره كلها مش حاميه تلمه كده، فجوزي قال لي خلاص نجيب طبقين ستانلس وسط كده، لان الاطباق اللي هنا صغيره خالص يا كبيره خالص. قالوا احنا رايحين نكشف، انا هعيد الكشف ان شاء الله قبل ما اروح. الدكتور قال لي تعالي لي قبل ما تسافري بيوم اكتب لك علاج يكفيك الفتره الزمنيه اللي هتقعديها هناك. تمام. فالعلاج اللي مش هستخدمه يومي حطيته في الشنطه، في بطن الشنطه في بطن الطياره. انما العلاج اللي الدكتور هيكتبه لي اللي لازم ليه مواعيد عشان هاخده معايا في الشنطه، هي في الشنطه اللي هاخدها على كتفي في الطياره من فوق، لان ليه مواعيد وكده. تمام. ودي طبعا زي ما قلت لكم الكمامات. ده كيس، اهم كيس يعني كيس الادويه. حطيت المعادن فيه اللي هي المعالق، طبعا لو جبت الاطباق احطها في نفس الكيس. لو حطيتي سكينه، حطيتي مقص، حطيتي قصافه، اي حاجه معدن هتحطيها كده في الكيس في وسط الطياره، في وسط الشنطه في الطياره، في قلب الطياره من جوه. تمام. ما ينفعش على الشنطه اللي في قلب الطياره من فوق تحطي حاجات معدن، عشان لو حطيتيها هتتاخد منك. انا لسه بدور على الباور بانك اهو عشان احطه. السماعه دي هاخدها معايا في الشنطه اللي فوق اللي على ظهري يعني. ف دول هيبقوا ثابتين معايا اهم.
هحط بس ده الشبشب بس يمنع ايه السليبر زي ما بيقولوا عليه، يمنع اي كدمات للشنطه. هربط بس دي بحيث هناك برضو تبقى ايه مستوره يعني اهي، ربطه واسعه كده بحيث ان انت تعرفي تفتحيها وما تقطعهاش. انا سايبه جنب في الشنطه، هسيب جنب في الشنطه ليه؟ عشان هعمل قرص. احنا لسه كام يوم، لسه حوالي 3 ايام على ما نسافر باذن الله. بكره باذن الله هعمل شويه قرص وكماج قبل ما نسافر. يعني والدتي واختي هيجوا يعملوا لنا شويه كماج قبل ما نسافر. يوم ما هنسافر الصبح، يعني احنا هنسافر اخر النهار، فسايبه مكان كده ايه للاكل. انا هاخد الحاجات اللي مش هتتحط في التلاجة اساسا هاخدها. تمام. هاخد برضو دي اللي هي الغلايه بتاعه القهوه دي، مكان بتاعه القهوه ده اهي، هاخدها معايا. شايفين انا عايزه اعمل ايه؟ عايزه افرد الحاجه بحيث احط لها حمايه. يعني خايفه على دي تتكسر مثلا، احط تحتها حاجه طريه واحط فوقها حاجه طريه. دول برضو فيهم علب وحاجات خايفه تنفجر يعني. هاخد معايا كيس فيه غله اهو، ده عشان الحمام. تمام. فهاخده معايا. هاخد معايا كيس تاني مهم جدا جدا يعني اهو، عايزه اوريه لكم بالتفصيل. ده طبعا هاخدها معايا، هعمل فيها مثلا اي مشروب وانا رايحه الحرم. ان كان اعشاب هوريكم المشروبات يعني، وهغليها في الكاتل بتاعي وهفضها هنا اشربها انا وجوزي يعني. تمام. هيبقى معانا لسه هاخد كوبايتين. والله ما اعرف ابني بيفتحها ازاي اهي اهي، هي كانت بتاعت ابني يعني فانا خدتها منه. وجبت كيس سكر واحد، كيس سكر واحد. والبرطمانات ده انا شارياها معاكم بس انا ربطاه، حاطه في واحد بن وواحد شاي، برطمانات صغيره بلاستيك عشان ما تتكسرش، وواحد سكر. تمام. وخدت هنا بقى مشروبات، كابتشينو مثلا، ليمون بالجنزبيل، المشروبات بقى اللي انتوا بتحبوها. نعناع، شاي بالنعناع، شاي اخضر برضو بالنعناع، نعناع تفاح بالقرفه. المشروبات اللي انت بتحبيها كلها حطيها. تمام. الغله هحطها برضو مع الحاجات الاكل. تمام. انا هحطها المفروض في الشنطه اللي على ظهري بس مش دلوقتي يعني، واحنا هناك في المدينه وفي مكه ان شاء الله هبقى انقلهم من هنا احطهم في الشنطه اللي معايا. تمام. هحط برضو ده في وسطهم كده اهو اهو. انا اسفه على صوت الاكياس بس هي لازم قفله الاكياس ده عشان احافظ على الحاجه، لان الشنط بتتبهدل يعني في المطار. الباور بانك اهو، الباور بانك سمعت ان ما ينفعش يتحط في الشنطه بتاعتك بتاعه الايد. تمام. فحطيه بقى ايه في قلب الحاجات بقى بتاعه البيت، العلاج، الحاجه زي ما قلت لكم. الازاز كله انا لميته في دي، لميت كل الحاجات الازاز المعدن في الشنطه بتاعه العلاج. تمام. ما عدا الطبقين اللي هجيبهم والسكينه ان شاء الله هحطهم برضو في كيس وهحطهم في وسط الحاجات دي. لسه ايه بقى، انا خدت كوبايات هحطها هنا في اهو في السوسته دي اهي، دي السوسته اهي. تمام. وادي شنطه برضو ممكن احتاجها احط فيها حاجه من هناك. دي بقى حلاوتها في ايه بقى الوقت اللي السوسته دي تبقى موضحه الكوبايات قدامي وشايفه كل اللي فيها. لسه ايه بقى الوقت هعمله واحطه، احنا هنقعد فتره كبيره. تمام. فانا خدت بقى ايه شويه مش من عندي، المش بتاعنا حراق قوي وبنحبه موت، وخرطه جبنه معمل انا حطاها في المش يعني، وحاطه في دي جبنه بيضه بس ملحها زياده شويه اللي هي القديمه يعني اللي بيقولوا عليها. وكنت شاريه من المول زي ما انتم شايفين زيتون، يبقى معانا هناك مخلل. انا ما خللتش السنه دي الا الكلاماطه بس، لان الزيتون غالي زي ما انتم كنتوا عارفين يعني. فغلفته زي ما انتم شايفين وربطته بكيس وغلفته تغليف محترم يعني. طبعا التنظيف ايه بقى، يعني مثلا عندي غسيل عايز يتغسل اريال عادي، ما ينفعش اريال اوتوماتيك. اللي عندي غساله اوتوماتيك، وكنت برضو الغساله النص اوتوماتيك جايبه لها مسحوق لوحدها، تاخدي معاك وانت مسافره ايه اريال عادي، اريال من المسحوق العادي اللي هو الاوكسي العادي. فمليت البرطمان ده هيكفيني، ومغلفاه برضو زي ما انتم شايفين. خدت ليفه قطنيه بس خشنه شويه اللي هي السفنج دي بس خشنه شويه عشان اغسل بقى الكاتل مثلا الكوبايات الحاجات دي. ومليت ازازه من بتاعه الكاكولا
صابون سايل، ده صابون سايل اهو مش زيت، ده صابون سايل. وغلفتها كويس برضو. انا شاكه في امر الازازه دي، عايزه احطها في كيس. انا هحطهم في كيسين، المنظفات هحطهم في كيسين كمان مش في كيس واحد. تصدقوا التطبيقه بتاعت الاكياس دي حلوه قوي، بتوفر عليا كتير. دول المنظفات هحطهم برضو في وسط الحاجه، والزيتون هحطه في كيس. تمام. والجبن هحطها في كيس اهو. ادي الزيتون، كل حاجه هحطها في كيس لوحدها، بحيث لا قدر الله كيس البرطمان اتفتح، حاجه حصلت يوقع في الكيس، ما ينقعش على الغسيل على اللبس بتاعي ده وده وده. لو مثلا لا قدر الله علبه الجبنه اتفتحت، انا جايبه علبتين جبنه بس في التلاجة، مش هحطهم برضو الا يوم ما انا اجي مسافره. علبتين جبنه اللي هم الصغيرين اللي هم باللبن الطبيعي دول، يوم ما اجي مسافره ان شاء الله. فالحاجات دي هتوفر معايا هناك كتير، واحنا بنحبها اصلا الجبنه اللي هي الاصليه دي. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ عايزه احط انا دول الاول المنظفات دول، هغلفهم بس ايه، هجيب كيسين وهحطهم. انا هحطهم عامه مؤقتا هنا على ما نجيب القرص. هحط شويه في شنطه جوزي لان شنطته مش هتبقى مليانه قوي، لان انا اغلب الحاجات انا اللي واخداها، يعني الادويه كلها انا واخداها. حاطه له الادويه الخاصه بيه بس. المشروبات مثلا معايا انا، لو عايز هيرن عليا يقول لي مثلا اعملي لي قهوه، اعملي لي شاي، اعملي لي حاجه واعملها واديها له، هنبقى الاوض جنب بعضها يعني. فاغلب الحاجه معايا انا، المناديل الزياده مثلا كل ده في الشنطه بتاعتي يعني. حاطه له حاجات يعني تكفيه وما تخلص ياخد من عندي، بحيث ان شنطته ما تبقاش زحمه وهو بيطلع غيار ليه ولا كده، ما تبقاش إيه زحمه ان شاء الله. انا اسفه ان انا طولت عليكم الفيديو. هوريكم بس الشنطه اللي انا هستفها التانية اهي. احنا جايبين شنط من دي هتبقى معانا على الطياره، وهتبقى معانا في الطواف، وهتبقى معانا في الصلاه العاديه واحنا في الحرم. يعني هنحط فيها مثلا، يعني انا نسيت لسه بقيه اللبس كمان. السجاده بتاعتي اهي، ده هتتحط فيها هي، والسليبر بتاعي هحطه في كيس. بصوا بقى، انا كان ورايا لبس كنت مطبقاه، الطرح اللي هخرج فيها مع العبيان. تمام. دي طرح اهي عاديه خالص، وفي اغلبها يبقى قطن، وان كان فيها حرير ما تبقاش شفافه قوي، وما يبقاش فيها الوان كتير ظاهره يعني. تمام. وفي شال صغير خالص اهو هاخده معايا، عشان برضو لو الجو برد بالليل في الحرم وهيبقى معايا واحد تاني خفيف مش تقيل قوي. وسجاده الصلاه، وطبعا لازم فوطه. طبعا دي فوطه جديده وطلعت لجوزي فوطه جديده برضو. طبعا هناك هلبس كذا حاجه يعني قطن كده في السكن، فاخدت معايا عبايتين بيتي يعني قطن. هعمل ايه بقى انا في القرص؟ جوزي شنطته مش هيبقى فيها حاجات كتير زي دي، فهحط له القرص مثلا والكمال هناك، وباقي الحاجه التانية عندي انا هنا. بما اننا هنبقى مع بعض يعني فمش فارق. هوزن الشنطه الموازين 30 كيلو. المصحف هحطه في شنطتي الصغيره اللي هي دي زي ما قلت لكم. وهيبقى معايا مثلا جيب هحط فيه الشوز بتاعي، هحط كيسه كبيره فيها تفضل معايا على طول، مش نظيفه مثلا او مبلوله ارميها واحط كيسه تانية. وهاخد مصحفي وسجادتي هنا. طبعا هاخد برضو بتاع المشروب اللي هو اللي هحط فيه المشروب السخن. ولو هعمل مثلا هجيب اكل معايا سندوتشات ولا حاجه ولا عصير ولا زبادي ولا كده احطه معايا في الشنطه برضو، لان ان شاء الله ناويه افطر في الحرم. فهاخد بقى وانا رايحه العصر باذن الله هيبقى معايا اكل يكفينا افطار وسحور انا وجوزي. فهحطه في الشنطه بتاعتي وبتاعته، هقسمه بينا يعني، عشان لو احنا مش في نفس المكان الرجاله صلوا مثلا وتهنا من بعض يبقى كل واحد معاه اكله. فهتبقى الشنطه دي اللي معايا في الحرم باذن الله كل يوم. والشنطه دي اهي، دي اللي هتبقى معايا وانا في المطار، احط فيها ورقي وحاجتي. وطبعا اهي واسعه يعني وكبيره، هحط فيها الورق، وهيبقى معايا فيها برضو دي اللي هتبقى فيها 7 كيلو على الطياره. يعني احنا كده كده مش رايحين الحرم اول يوم، دي اللي هيبقى فيها 7 كيلو على الطياره. فهحط بقى ايه كل ما هو ثقل وزنه وقل حجمه في الشنطه دي واحنا طالعين على الطياره يعني. انما دي هحط فيها مثلا ازازه ميه تبقى معايا ولا حاجه، وتليفوني اللهم صل على سيدنا محمد، السماعه بتاعتي والمصحف بتاعي هيبقى موجود هنا، مش هحطه في الشنطه الكبيره. عشان كده مش مطلعاه دلوقتي مع الحاجه دي عشان ما يتبهدلش، فهخليه احطه في الشنطه بتاعتي.
كده الشنطه دي خلصت. طبعا زي ما قلت لكم القرص وباقي الجبنه، علبتين بس جبنه اهم، ما عادش لهم مكان في الشنطه. احنا هوزن الشنطه، المفروض الميزان ما يزيدش عن 30 كيلو، يعني 28 29 كده. فهوزن الشنطه وهنشوف الجبن دي بقى، والجبن اللي في التلاجة والكماج والقرص ان شاء الله هحطهم مع جوز. طلعت دي طبعا برضو، جوز قال لي هتتني معاكي في الشنطه، عشان الشنطه ما شاء الله كده خلاص تمام. وهبدا اقفلها وتبقى دي خلصت. وتعالوا بقى نشوف شنطه الرجال بيبقى فيها ايه، وبتستخدمي ايه تحطيه في الشنطه وايه على الطياره. تعالوا بقى نشوف شنطه الرجال. انا ما رضيتش اعملها في فيديو لوحدها عشان ما نقعدش نعمل فيديوهات في الفاضي، انا عايزه بس توعيه. هو الجو هيبقى هناك مش برد قوي، فحطيت له عبيان من اللي هي الصيفي، وطبعا اللي هي المناطيل اللي لها جيوب اللي بتتلبس، اسمها ايه، سراويل اللي بتتلبس تحت العبيان. هاتلي يا امل الجلاليب اللي انا معلقه المكويه عشان اطبقها. عامله له جلابيتين بوض كوياهم علشان يبقوا ايه معاه. برضو هناك هيلبس واحده. انت هتروح في ابيض صح؟ لا في الثانيه الزيتي صح، الشتوي عشان الجو هيبقى برد بالليل. هاتهم الاثنين البوض يا امل. احنا هنسافر بالليل وهنركب الفجر باذن الله. اللهم بلغنا هناك يعني بالسلامه، اللهم امين. شوفوا بقى انا جايبه له التيشيرتات دي بنص كم هيلبسها هناك، وكذا واحد ابيض كمان. ليه؟ علشان خاطر برضه هو ما جوزي من النوع اللي ما بيحبش اللبس التقيل قوي، فاغلب لبسه هيبقى بنص كم. تمام. فانا بقى ايه هحط له بقى هنا. على فكره انا هحط بقى اغلب الاكل هيبقى معاه، لان هو شنطته هتبقى خفيفه. انا شنطتي بالظبط وزنتها 27 كيلو و900 جرام، علشان خاطر العبيان البيضه اهي هطبقها. امسكها يا امل كده طبقها انا اهوت، انتوا باباكي وهاتها لي. نسيت اقول لكم على حاجه. خدي يا امل العبيان كده طبقها انتوا باباكي على الثانيه ده اهي، طبقها عشان ما الكاويه بتاعتها ما تبص. انا معايا فوطه وجوزي معاه فوطه، يعني احنا جبنا فوطين عشان يبقوا معانا في الشنطه اهي. انا سايبه حتى فوطتي بره، هيبقوا معانا في الشنطه اهي اللي هي بتاعه الحرم، بحيث ان احنا هنتوضى وهنجدد وضوءنا على طول، فيبقى معانا فوطه صغيره قطن مع المناديل ننشف بيها. تمام. عشان ايه وشنا ما يشققش وكده. طبعا انا واخده كريم مرطب وكده، فدي مهمه جدا جدا جدا. فهحطها له في الشنطه دي، وهو بقى ايه اما يجي رايح باذن الله الحرم يبقى يطلعها من دي، لان هحط له لبس الاحرام بتاعه. احنا هنحرم بعد ما نوصل المطار هناك في ينبع، هنحرم هناك. هم هيحرموا الرجال يعني، انما النساء اللي هو احنا يعني هنحرم من البيت. يعني هبقى ماشيه واحنا حارمين باذن الله، ناويين العمره وحارمين. تمام. هحط في ايدي الداخلي. انا حطيت له داخلي قد ايه زي ما قلت لكم، الاكياس بتحافظ على الحاجه، وبعدين ايه يبقى عارف ان الكيس ده بتاع الداخلي، الكيس ده بتاع التيشيرتات، الكيس ده بتاع البناطيل اهو. الداخلي بتاعه اهو. مش هقفل الاكياس بحيث ان هو يعرف ما يزهقش، يعني زي الست مثلا هتصبر شويه يعرف يفتح الكيس في ساعتها ويطلع غيار. هحط له برده العبيان دي في كيس. جبت له فوطه اهي تبقى معاه برده في السكن اهي. وهاتي امل البناطيل بتاعه الترنجات والترنج ده اهو بتوع باباكي ناولهم. وهاتي لي كام كيس كمان حتى لو بتوع جمله ماركت، حلوين وجامدين مش وحشين. يعني خلصنا الاكياس بتاعتكم كلها، هنجيب لكم اكياس مكانها واحنا جايين باذن الله. السلام. حط كده على الارض، حط على السجاده اهو، السجاده نظيفه. ايوه. عنده بقى ايه، انا جايبه له تيشيرتات بنص كم كده، هو ترنجاته يعني اهي، وبناطيل قطن تقيله شويه مش خفيفه يعني اهي. هرصهم في الكيس. انا بست في الشنط بدري ليه؟ علشان اليومين الجايين مش فاضيه ان شاء الله، هنعمل قرص بقى وهروح يوم للدكتور ويوم كذا مشوار ورانا يعني. المناديل بتاعته اهي تبقى معاه برده في الشنطه. حطيت هنا الغله بتاعته او القمح يعني بتاع الحمام اهو، حطيته له برده في كيس. ودي الفوطه. انا بس بحط حاجات تحت ايه علب الجبنه اهي. نحط بقى هنا احنا القرص ولا حاجه. تعالوا اوريكم بس لبس الاحرام اهو اللي هو في كباسين، طقم احرام. حط له هنا برضو السليبر بتاعه اللي هيلبسه. احنا هنحرم بعد ما ننزل نويبع ان شاء الله صح؟ ينبع
ينبع. فهو الرجاله يعني هيحرموا، فدي هتبقى على شنطه الظهر بتاعته، واحنا جايبين شنطتين زي بعض بالظبط اهو. الشنطه بتاعتي دي زي بتاعته بالظبط. فهو انا هحط له لبس الاحرام بالسليبر بتاعه ده، وحط له بقى في الشنطه برضو اللي هي المشابك والحاجات الخاصه بالاحرام كلها هنا. هيروح هناك بقى في المطار يتوضى ويصلي ركعتين ويغير لبس الاحرام ويخلص، ويحط اللبس التاني اللي كان لابسه فين في الشنطه مكان ده. نروح الفندق نودي لبسنا وحاجتنا وشنطنا ونرجع بقى على طول على الحرم باذن الله نعمل عمره. تمام. فلبس الاحرام مش هحطه في الشنطه خالص، ومصحفه هيبقى معاه برضو بالشنطه الصغيره اللي هيبقى فيها ورقه وحاجته. هات كده اوري لهم الشنطه بتاع الشركه اللي مسلمانا امبارح شنط زي دي اهي. الشنط دي هو بقى يحط نضارته هنا وورقه، لازم يبقى معاه قلم لان هيملى بيانات، وطبعا ممكن يبقى في العمره بيها. حاطين هنا حاجته برضو، وهحط له دي بتاعه النضاره بتاعته اهي، لانه ممكن يقلع. الخواط النضاره اهي احطهم فيها عشان ايه ما تطوص ولا حاجه. هحط له كمامه وهحط له مفكره زي دي لو حب يكتب حاجه مثلا، هو كده كده معاه القلم في شنطته. وهحط له شايله لك ايه هنا غير الكمامه؟ بتهيألي ما فيش صح. دول اللي انا كنت عايزه احطهم. وهيحط بقى تليفون. الباور بانك انا حطيته في وسط الشنطه في وسط اللبس. دي الشنطه اللي هم مسلمينها لنا. اهم حاجه بقى، اهم حاجه الادويه برضه، يعني ده شاحن ليه هو جايبه لنفسه اهو. والادويه المهمه ليه دواء المعده والمعجون فرشه الحلاقه وكم كيس فاضيين عشان لو استخدمهم، وصابونه اهي، وجايبه له صابونه طبيه برضو زي الصابونه بتاعتي بالظبط. وده دواء المعده بتاعه. اغلب الادويه التانية معايا. وده اللي بينظف النضاره بتاعته اللي بيلمعها. ودي كمان اللي هو بتاع الودان، بتاع السنان اقول لكم بتاع الودان. ومشط. يعني مفيش ادويه كتير عنده لان انا طبعا واخده كل الادويه معايا في شنطتي، يعني بحيث ان ايه يبقى هو برضو ما يتلبخش في الادويه ولا حاجه. دي مكنه الحلاقه بتاعته اللي هي بالكهرباء عشان بعد كل عمره هيأثر شويه اهي. المكنه العاديه خالص. فالحاجات اللي هي الخاصه بيه انا حطيتها له هنا، ما كترتلوش بقى حاجه يعني كتير اوفر قوي، يعني علشان خاطر ايه ما تبقاش شنطته مكركبه وهو بيطلع غيره لنفسه ولا حاجه في اوضته. يبقى اغلب الحاجات اللي ممكن تضايقه في الشنطه انا حطها معايا. هو مفيش بس الا ان شاء الله القرص والكماج هحطهم هنا في الشنطه في الجنب ده. وهنوزن الشنطه قبل ما نمشي بتاعتي انا. شنطتي بعد كل اللي حطيته 27 كيلو و900 جرام اهو. هوري لهم الميزان، هوريكم الميزان. هقفل الشنطه دي زي ما قلت لكم، الجنب الفاضي ده يتحط فيه قرص وهيتحط فيه كماج. هنحط كماج في الشنطه دي صح، هناخد شويه صغيرين بس معانا في الشنطه دي، مش هناخده كله في الشنطه اللي هناكل منها بالليل، لا هيبقى معانا اكل برضه، هبقى منشفه شويه يعيشوا يعني. تمام. فهقفل الشنطه دي وتعالوا اوريكم ميزان شنطتي. بصوا الميزان احنا عملناه 0. الشنطه 27 كيلو و900 جرام، شايفين ما كملتش حتى 28 كيلو. المفروض الموازين 30، فكده كويس قوي قوي. مش هحط فيها حاجه تاني. دي اللي هي الشنطه بتاعتي يعني. هنوزن بقى شنطه جوزي امتى؟ بعد ما نحط فيها باقي الحاجه يعني. لسه زي ما قلت لكم هنحط فيها الاكل اللي هو هيبقى في ساعتها طازه يعني، لازم يتحط في ساعتها. نجربها برضه نشوف ميزانها كام الوقت. طب حط كده. شايفين دي 17 كيلو 17 كيلو. ما عشان انا واخده اغلب الادويه واغلب الحاجه معايا يعني في شنطتي. فلسه بقى ما يتحط فيها الحاجه التانية اللي ناقصه هيبقى ايه يعني في حدود 20، حوالي 22 كيلو تقريبا يعني. وممكن حد يبقى جايب حاجه لحد يعني ادويه ولا حاجه، فهتبقى معانا في شنطه جوزي برضه. بصوا بقى انا كده خلصت معاكم الشنط كمان. حتى الشنطه بتاعتي اللي هشتغلها على ظهري يبقى فيها الاكل اللي هناكل فيه اللي هو الليله بالليل، ومثلا تاني يوم اللي هو قبل رمضان بيوم ماشي، لان احنا هنتاخر قوي على ما نوصل السكن. ممكن نوصل كمان على المغرب على العصر تاني يوم يعني. فاخدت كمامات برضو اهي بزياده لو حد احتاج معايا، ودي هركبها في التليفون. خدت برضو جوانتيات لو مثلا كلنا حاجه ولا كده تبقى لابسينه علشان خاطر ما نقعدش نغسل وهنبقى في اتوبيس ولا كده. خدت مناديل مبلله. خدت قلم لو عوزنا نكتب حاجه على شنطه على حاجه يعني بخط واضح. خدت قلم من اللي هو مش بتمسح ده طبعا هخليها هنا لان كانت في وسط الحاجه. خدت صبع زبده كاكاو
عشان ايه الجو برد والواحد شفايفه بتشقق، جايباها ابيض عشان ما ينفعش يبقى الوان. خدت شويه شوكولاتات كده اللي في الحرم للاطفال اللي في الحرم اهو. خدت بوك كده عادي خالص هحط فيه بقى إيه الفلوس الخاصه بينا. تمام. خدت توكتين هلبس واحده وواحده هتبقى معايا عشان ايه لي انا الشعر. خدت اهم حاجه الدبابيس والمشابك. انا ما بفضلش الا المشابك دي، لو قلت لي مشابك من اللي هي اشكال والوان هي دي اللي بتعيش. فانا خدت بقى ايه المشابك دي، وخدت دي، وخدت كمامه قماش احتياطي برضو معايا. فدي الحاجات اللي هحطها في الشنطه على الطياره. لا لسه كمان نسيت اهو. معايا قلم برضو، اهم حاجه قلم. ومعايا النوته دي، اختي بقى طالبه منا ادعي لها دعاء واصوره لها وابعته لها، وبنتي وكلهم يعني. فهكتب فيها ادعيه، هتبقى مفكره يعني، هكتب فيها اي حاجه ناسياها مثلا، فلازم تبقى موجوده معايا النوته دي. فخدت نوته ومعايا قلم برضو زي جوزي، لان في بيانات بتتملى في المطار، فهتحتاجي قلم يبقى في شنطتك اهم حاجه. خدت مناديل. هحط انت ما خدتش واحده من دي صح؟ ما حطيتلكش واحده في شنطتك من دي اصلا، انا مطلعه 2، واحده ليه واحده ليه. هحط لجوزي واحده اهي، وواحده احطها في شنطتي اللي هي مناديل الشنطه دي هتبقى معايا كده. تمام قوي. يبقى انا خلصت كده. الحاجه كمان معاكم بتاعه الشنطه اللي هي اللي هشتغلها معايا وانا رايحه المطار، هيبقى طبعا فيها التليفون كمان، وهيبقى فيها ان شاء الله ازازه ميه والمصحف باذن الله. تمام. اتمنى حلقه النهارده تفوز رضاكم، والى اللقاء يا احلى عيله في الدنيا. عايزه منكم دعوه حلوه كده، ربنا يتقبل مننا عمرتنا ويرزقكم واياكم يا رب العالمين عمره مقبوله، اللهم امين. الى اللقاء يا احلى عيله في الدنيا.